السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تكونوا على خير واحوالكم طيبة. فيديو جديد ان شاء الله على القناة امينة فود. مرحبا بكم والف مرحبا. اليوم ان شاء الله غدا نحضر معكم مخمار بطريقة اللي هي بلدية ما شاء الله، كيجي رائع، كيجي مفشفش مخرج هذا المخمار واكثر من رائع، خصوصا لا رفقناه بزبيده بلديه مع عسيله. يا سلام، مع كويس ديال العسل. غير جربوا طريقتي من اول حتى الاخير لان غادا تنجح معكم من اول تجربه. وبالنسبه للبنات المبتدئات اللي ما كينجحش معاهم المخمار، اليوم اختي غادي ينجح معاك وغادي يجيك بحال السفنج ويجيك رائع وديال تحميره الوجه لا جاو عندك الضياف، وكذلك لا ديتي عند الناس اللي هما عزاز. غير تبعي الطريقه من اول حتى الاخير. بسم الله على بركه الله. بالنسبه هنا المكونات ديال المخمار اللي غادي نشارك معكم، هنا عندي 3 الانواع ديال الدقيق. مهم درت انا البنات عيني ميزاني، نتوما غادي تبقاو تحضروا الكميه اللي على حسب الرغبه ديالكم، وغادي تقلوا او تكثروا. هنا مهم انا كثرت، بغيت واحد الكميه اللي هي كثيره شويه ديال المخمار. غادي نعطيكم المكونات ديال اول نوع ديال الدقيق. عندي هنا الفرينه البنات، الفرينه اللي هي بلديه مختلفه كل بعد على الدقيق الابيض. هنا الفرينه هانتوما يعني ماشي هي الدقيق الابيض، يعني كنت شرحتها في الخبز ديال الشعير، كانوا جاوني لها التعليق من ان الفرينه هي الدقيق الابيض. لا البنات، الفرينه هي هذه، يعني حبه ديالها مغيره على حبه ديال الزرع ديال القمح الكامل. هانتوما شوف يعني مغايره على الدقيق الابيض. المهم هنا غلبت انا الفرينه، درت هنا زلافه ديال الدقيق الابيض، زلافه مع مراش ديال الدقيق الفينو، ماشي السميده الرقيقه، الدقيق الفينو او الدقيق الحش، وهذا معلقه حتى المعلقه ونص ديال العسل. وانتم تعوضوها بسكر سنيده. خميره ديال الدار غادي نستعمل هنا 2 معالق اللي هما كبارين، والملحه على حساب الذوق. هنا غادي ندير واحد الكيس ديال الخمارين، يعني فئه ديال 7 غرام. بالنسبه للملحه غادي نخليها لان كترطب ليا العجينه، غادي نخليها حتى الاخير. غادي ندير هنا الخميره، هنا غادي ندير عيني ميزاني عباره 2 معالق ديال الخميره. ما نكثروش الخميره بزاف لان باش ما يجيناش المخمار فيه لوغو بزاف ديال الخميره ديال الخبز. هنا 2 معالق ديال العسل، ممكن تعوضوها بسكر سنيده، لان البنات كنت كنغسل فيه الزبده بلديه مشى بالي مع الزبده بلديه. هنا غادي نخلطوا المكونات. نتوما الا بغيتو تحصلوا على واحد الكميه اللي قليله ديال المخمار، المهم الا كنتو غتستعملوا الدقيق ديال الفينو والدقيق الابيض كتغلبوا الدقيق الابيض باش يجيكم بحال السفنج ويجيكم فشفش ورطب. المهم انا حاولت اني ندخل فيه الفرينه باش يجيني بلدي. بالنسبه للماء بدا كيدفى دابا الحال، كنديرو دافي. بسم الله. وغادي نديرو بالطريقه البلديه ان شاء الله. بالنسبه للبنات بغيت نوضح واحد المساله بالنسبه للنجاح ديال المخمار ديالكم باش يجيكم زوين ويجيكم فشفش وكذلك يجي رطب في العضه. كنرخفوا العجينه، حنا كنرشوا وكندلكوا، ماشي نعطيوها الماء ونقولوا الماء غادي يرخفها ولا نجمعوه في بلاستيك وترخف. لا، رشوا عينكم ميزانكم، في نفس الوقت كندلكوا العجينه. هنا خليت حتى نص دلكه ديال العجينه، درت الملحه على حساب الذوق ديالكم. بالنسبه للملحه راه كتجمع لينا العجينه وكذلك كترطبها. هنا غادا نبقى رشيت شو الماء البنات، راني كنضيف الماء وفي نفس الوقت غادا ندلكو لان عاملين دقيق ديال القمح وكذلك عاملين الفرينه راه كتشرب ليا. هنا غادا ندير الطريقه البلديه، غادا نبقى نخبط باليدي حتى نحصل على العجين عاد تشكل ليا فقاعات. بغيتوا البنات ديروها في عجانه باش تسهل عليكم، كيبقى الاختيار ديالكم. انا غير تعمدت انني ندير هاد الطريقه اللي هي بلديه. القوام ديال العجين كما كتلاحظوا في الصوره كيكون على هذا الشكل. ضروري العجينه كتلصق لينا في يدينا وتكون تماما بحال العجينه البنات ديال السفنج. غادا ناخذ هنا واحد الطاوه وغادا ندهنها واحد شويه ديال الزيت. بالنسبه للعجينه خاصها ضروري تخمر لينا على 2 مرات. غادا نغطيوها هنا
وغادي نديرو واحد المنديل ونديرو في واحد المكان اللي كيكون دافي باش داغيت تعرف لينا الحجم ديالها. كتخمر على 2 مرات وضروري حتى كتوصل لينا الفم ديال السبيره. هنا غادا نوريكم القوام ديال العجين. كتكون على هذا الشكل. غادا نخرج منها الغازات او الهواء اللي كيكون لينا في العجينه، وغادا نقطعوا الحجم اللي حنا بغينا. بغيتو المخمار كيكون كبير، من الافضل الناس قطعوا الكرات اللي هما متوسطين، لان قد ما جاو متوسطين قد ما كيجيو حلوين في شوفة العين. غادا نقطعهم هنا. شو ما شاء الله العجينه كلها انبيديلات ورائعه بزاف وكيجي بنين، خصوصا استعملنا دقيق ديال القمح الكامل او بديل الدقيق ديال الدقيق الابيض. ديروا الفرينه. المهم هنا غادا نقطع الكرات على هذا الشكل اللي هما كرات اللي هما متوسطين، غادا نزيد البنات غادا نقص من هاد الكرات لان كبرتهم. غادا نغطي هنا العجينه اللي بقات ليا حتى نكمل الكرات في الطياب، ونرجع حتى نقرصها ونشكلها نفس الطريقه اللي شكلت الكرات الاولين. هنا ضروري كتغطيو ببلاستيكه باش ما تديرش لكم واحد القشره، وحاولوا الكرات بعدهم على بعضياتهم. هنا واخا يلصقوا ليا البنات ضروري كتكون واحد الفرق ما بين الكره والكره الاخرى، لان باش ما يلصقوش لكم مع بعضياتهم. بالنسبه للمساعد الرسمي ديال المخمار باش ما يديفورماش لينا وما يخسرش لينا الشكل ديالو، الورق المطبخ اللي عندكم البنات من الافضل بالنسبه ضروري للبنات المبتدئات، لان كتكون العجينه اللي هي مرخوفه بزاف ما غتجيو فين تهزوها وترميوها في المقله حتى تخسر لكم الشكل ديالها. ضروري من ان الورق المطبخ يكون عندكم بالنسبه للبنات المبتدئات. هنا كناخذ الزيت النباتي غير واحد شويه. كنشكل الكره الاولى. غادا نرمي هنا العجينه الاولى. بما البنات درت الكاميرا وقديتها بلاصه، هنا رشيتها واحد شويه، رميتها بورق المطبخ ورشيت واحد شويه ديال الزيت النباتي وقلبتها. هنا كيجي رائع بزاف، كيجي مفشفش، والنار البنات كتكون متوسطه. يعني النار كتكون متوسطه باش انها لا نقص عليه النار غادي شي صالط وما يجي زوين. يعني المخمار البطبوط وكذلك الملاوي كيبغي نار اللي هي متوسطه، ويعني يجي شويه ان الشعله ديالها كتكون شويه مجهده. يعني علاش؟ باش ما يسلطش لينا وما يجيناش ما يجي زوين. شو ما شاء الله راه كيجي رائع بزاف، كيجي محمر وكيجي طيب. هنا غادا نشكل معكم كره اخرى. شوفوا السر البنات ديال العجينه كامله فقاعات، يعني واخده حقها في الدليك، كذلك في الاختمار وكذلك في الماء، يعني كنعطوها حتى الماء. المهم هنا ضروري من البنات المبتدئات كنأكد عليكم ورق المطبخ ضروري كيكون حاضر معنا في المخمار. انا غادا نرميها. شو ما شاء الله كيفاش كيجي منبال، يعني راه هذا ناجح يعني 100% هذا المخمار. هنا اللي كنرش واحد شويه ديال الزيت من الوجه ديالها وكنرمي وهكا نعاود نقلبها من الجهه الاخرى. وكنبقى البنات يعني كنبقى واقفه حدا المخمار باش انني نبقى ندرج فيه باش يجيني كامل طيب ويجي كامل محمر. هنا اللي طيبتها كنديرها في واحد المنديل باش انها كيزيد مازال انه كيرطاب، يعني كنغطيوه بواحد المنديل. هنا كما لاحظتوا معايا البنات، لا شاهدتوا معايا في الصوره، راه ان ورق المطبخ كيخلي نفس الفورمه ديال العجينه بعد ما كنشكلوها. هنا كنرشوا واحد شويه ديال الزيت وكنقلبوها وكنستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا العجينه ديالنا ديال المخمر كامله. اللي وصل لهذا المقطع ما ينساناش من التعاليق الزوينه وكذلك بارطاجي لنا قناتنا. لا كانت البنات كتستاهل بارطاجيوها مع الاهل والاسره ديالكم وكذلك جيرانكم والاصحاب والاصدقاء ديالكم. وما تنسوناش من لي جيم وكذلك التعاليق الزوينه المحفزه اللي كتخلي لنا اننا نزيدو ننزلوا فيديوهات اخرى. ولا كان شي اقتراح انني بغيت نشارك معكم وصفات على القناه خليوا لي في التعاليق ومرحبا ندرجها لكم بكل سرور. هنا كيجي رطب، شوفوا يعني ناجح، يعني عجبني بزاف. وكذلك حتى في العضه راه كيجي رطيطب وزوين، خصوصا قدمناه مع الزبده بلديه ومع عسيله. هنا كنقرب لكم الكاميرا شاركت معكم. يعني هنا شوفوا البنات الورق المطبخ يعني ساهل حتى
بالهزه ديال العجينه ما كتمحناش، لان العجينه مرخوفه بزاف. بعد ما كملت البنات هنا المخمار كيجي يا سلام مع زبيده بلديه ومع سيله، وهنا عمرت كويس ديال اتاي، يعني نقدموه مع كاس ديال الشاي. هنا كنقرب لكم كيفاش كيجي، يعني ديال تحميره الوجه. لا جا عندكم هكا شي ضيف وكذلك لا ديتوه معكم، يعني لا ديتوه معكم هكا في طبيسيل عند الاسره ديالكم، وعلاش لا حتى الوالدين ديالنا. هنا غدا نشوفوا كيفاش كيجي زوين في اللون ديالو، كيجي رطب مفشفش البنات. كنتمنى انكم تجربوه بنفس الطريقه. هو البنات هذا المخبار كيبغي الزبده والعسل، يعني كيبغي يجي مفزك ومسقي مزيان بالزبده بلديه. هنا غنقرب لكم عن قرب، شوفوا كيفاش كيجي رائع، يعني واخد حقه في الدليك في الماء كذلك حتى في الطياب. يعني كنعطي الخاطر او الوقت الحاجه بعد ما كنبغي نطيبها. هنا غادا ندوب واحد شويه ديال الزبده وغادا نسقيه معكم. غير مع التصوير البنات انا سقيته دابا. نتوما اللي بغيتو حتى كتبغيو تقدموه باش كتسقيو المخمر ديالكم. هنا الزبده راها بلديه يعني ما شاء الله. الوقيته ديال الزبده يعني استغلوها، وكذلك كذلك تستعملوها حتى في السمن. هنا غادا نقسم معكم واحد شويه باش تشوفوا من الداخل ديال هذا المخمار. كنقدموها البنات مع كاس ديال القهوه، او مع الحليب بالزعتر، او مع اتاي كويس ديال اتاي بالنعناع. كيجي يعني كيجي في الكوتي رائع بزاف، وحتى الفطور. هنا غادا نقسمو معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، يعني كيجي مقطن، ما كيجيش مطقس، ما كيجيش معجن، كيجي رائع. نتمنى البنات من الاقتراح الوصفه اللي نزلت معكم اليوم تنال الاستحسان ديالكم. خليت لكم الراحه، الوصفه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.